المواد اللي مش بتضاف للمجموع، المواد اللي مش بتضاف للمجموع دي اللي هي الدين، اللي هي الاحصاء، اللي هي التربيه الوطنيه. المواد دي فيهم بوينت مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها. انت بتمتحن عليهم امتى؟ بتمتحن عليهم في اخر 15 يوم قبل الامتحانات النهائيه على طول، تقريبا باسبوع كده بالظبط. انا شخصيا كنت اخر 15 يوم دول ببقى محدد كل لحظة، مش كل يوم، لا كل لحظة انا هعمل فيها ايه. انا عامل حسابي ان اليوم ده مقسمه لجزئين، الجزء الاولاني هبدأ فيه عضوية، والجزء التاني هبدأ فيه حديثة. الجزء بعد كده اليوم اللي بعده انا شايف ان انا مش تمام في الدرس الفلاني في النحو هقعد اذاكره. بعد كده اليوم اللي بعده انا شايف ان انا مش تمام في الدرس في الدرس كذا في مادة كذا هذاكره. يعني بتبقى محدد المواد اللي انت شايف او الحاجات اللي انت شايف نفسك ضعيف فيها، سواء هتحل عليها سواء هترجع تسمع شرحها. اللي هو انت بتظبط اخر تريكات في كل مادة عشان تبقى مستعد ان انت تدخل امتحان ثانوية عامة. الدروب اللي حصل معايا في وسط ما انا مظبط كل يوم انا هعمل ايه، لقيتهم بيقولوا لي عمار هنروح نمتحن يوم كذا قبل اسبوع الامتحانات بالظبط بكام يوم، 3 مواد انا ما اعرفش عنهم اي حاجة، دين احصاء تربية وطنية. طيب انا عايز اقول لك انا ساعتها قمت قايل لهم انا في جميع الاحوال انا مش هبوظ الجدول، انا كل اللي انا هعمله هذاكرهم في يوم واحد بس. انا غلطت اكبر غلطه في حياتي. اكبر غلطه في حياتي مش ان انا ذاكرتهم في يوم واحد بس، اكبر غلطه في حياتي ان انا ما ذاكرتهمش من اول السنه، لان انا كان معايا متسع كبير من الوقت. ليه اروح اضيع من ال 15 يوم اللي هم مهمين جدا؟ عايز اقول لك السيناريو اللي حصل معايا ان انا ذاكرت كل ماده فيهم بان انا سمعت لها فيديو 4 ساعات، ده بالنسبه للاحصاء وللتربيه الوطنيه. سمعت فيديو 4 ساعات في في 2، فالفيديو خلص معايا كل واحد فيهم في ساعتين بس، انا عشان كنت ضاغط نفسي. وبالنسبه للدين انا قلت يعني مش هيخرجوا عن الاسلام فباذن الله تمام يعني. بس انت بلاش تضغط نفسك وتحط نفسك في الموقف ده. اسوأ حاجه ان انا كنت رايح اول امتحان يعتبر ثانويه عامه. ميزه المواد دي انها بتخليك تمتص يعني ايه فكره ان انت رايح تمتحن في ثانويه عامه وكده، فبتمتص لك الموضوع ده. الفكره ان انا لما رحت لقيت الموضوع مش لذيذ ابدا وكنت متوتر، وده اول حاجه ادخلها ان انا مش مذاكرها كويس، فالموضوع كان وحش جدا جدا جدا. فاوعى تغلط غلطتي واقتل نفسك في المواد دي اليومين دول، او مش اقتل نفسك والله، انت لو كل اسبوع ذاكرت بس ساعتين من المواد دي فانت خلال 3 4 اسابيع هتكون خلصتها، وهيكون لسه بدري على الامتحانات. تيجي قبلها في اليوم اللي قبلها تقعد بس ساعه لكل المواد دي وتخلصها وتشيل همها من دماغك. صدقني هيفرق معاك جدا. تضيع يوم كامل في حاجات يعني في مواد ملهاش درجات او ملهاش حاجه مهمه، فاهمني؟ البوينت دي مهمه جدا. لو دخلت وانت مستعد ورحت حليت حلو في الامتحانات دي، ده هيديك استعداد نفسي يخليك لما تدخل امتحان العربي، هما بيكونوا قبل العربي بكام يوم بالظبط، تلاقي نفسك خلاص